السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم دوازتي كيجي بنين وهشيش ومرمل، كيجي غزال بواحد الخلطة كتزيد تعطيه مذاق. بالنسبة للخلطة غادي نخليها لكم حتى لاخر الفيديو. هنا بالنسبة للمكونات ديال العجينة كيف كتلاحظوا، بالنسبة للمكونات عندي 125 غرام ديال الزبدة، مارغرين ديال التوراق، ضفت عليها كاس عنبة ديال السكر سنيدة ما يعادل 150 غرام، كيس من السكر الفانيلا وزن ديالو 7 غرام. عندي هنايا معلقه كبيره من هاد الخلطه الغزاله اللي كتعطي واحد المذاق. الدوازتي، المعلكات، الصابلي، تستعملوها في بزاف ديال الحلويات، كتجي غزاله كتعطي واحد المذاق كيف قلت لكم غزال. بالنسبه للوصفه غادي نشاركها معكم في الاخر الفيديو. عندي هنايا رشه ديال الملح دائما لتصحيح الذوق. غادي نخلط الكل مزيان، وباش تخدم لكم الزبده خصها تكون خارجه من الثلاجه قبل باش هكا كتساعدكم دغيا كتخلط. صافي هنا غادي نضيف كاس عنبه ديال الزيت النباتي وغادي نخلط الكل مزيان، وغادي نضيف هنايا بيضه من الحجم الكبير. دائما فاش كنقولوا الحجم الكبير يعني كنقولوا من 60 غرام للفوق، هذا هو الحجم الكبير. اقل من 60 هذاك راه حجم متوسط. غادي نضيف كذلك من بعد ما خلطت الكل مزيان غادي نضيف كاس عنبه ديال الكوك ما يعادل 50 غرام ديال الكوك. عندي هنايا خماره من وزن 8 غرام. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق انا هنايا عبرت 500 غرام، ولكن ما غاديش تدخل كامله، كيف تقدر تدخل لكم نتوما، يعني كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب حجم البيضه. هنايا كيف كتلاحظوا غادي نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للكميه اللي دخلت لي 430 غرام ديال الدقيق. هذه هي الكميه اللي دخلت. كيف قلت لكم تقدر تدخلكم حتى النص كيلو اللي هي 500 غرام، ولكن راه كيختلف على حسب حجم البيض وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم انكم تحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون بحال هكا رطبه، فاش كتكوروها ما خصهاش تشقق، يعني كتبقى معكم ديك العجينه كتحسوا بها انها رطبه. صافي هنا بالنسبه لي الكميه ديال اللي بقات لي من 500 غرام، فاش وزنت لقيت 78 غرام هي اللي بقات. صافي غادي نخلط غادي نجمع العجينه صافي. وغادي ناخذ هنا بالنسبه للخليط فاش غادي نمرغ ديك الوجه ديال الحلوى. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، غادي نضيف لهم كيس من السكر المنسم بالفانيلا، وغادي نضيف هنايا 2 معالق كبار كذلك ديال الكوك اللي يكون نوعيه جيده باش كتبقى داك المذاق ديال الكوك اللي معروف. وهنا غادي نبدا نشكل. كناخذ هنايا شويه من العجينه، غادي نعبر انا في كل كره غادي ندير فيها 24 غرام، ممكن ديروا حتى ل 23 غرام، راه كتعطي حجم اللي هو معقول وحجم اللي هو زوين. غادي نغطس لها فقط الراس ديالها في داك الخليط ديال السكر مع الكوك. غادي نستمر بنفس الطريقه مع العجين كلها. كنعبر كل وحده كندير فيها انا 24، ممكن كيف غنرجعوا ناكد عليكم ممكن ديروا فيها حتى 23 غرام، راه كتعطي حجم اللي هو زوين. غادي نبقى كيف قلت لكم نمرغ يعني اولا نزين فقط الوجه ديالها. هنا بالنسبه لهذا الشكل هذا فانا عجبني انني نخدموا بهذا الشكل هذا. كتاخذوا المرشم كتديروا له يعني كتغطسوه في داك الخليط ديال الكوك مع السكر وعاد كترشموا به يعني وكتضغطوا به على الحبه. هنا بالنسبه للشكل الثاني فانا عجبني انني نديرو بحال هذا الشكل هذا فيه داك الحفيره. ممكن داك الحفيره تعمروها مثلا فقط غير بالشكلاط، ممكن تعمروها مثلا بالمربى وعاد تدخلوها الطيب، يعني كيبقى لكم الاختيار. كنغطس داك المرشم في الخليط ديال الكوك والسكر، وكناخذ داك الوجه ديال الحلوى هو اللي كنديرو في الوجه ديال الطابع، يعني ماشي كنديرو الظهر. هانتوما لاحظوا معايا غادي نغطس المرشم في وسط من الخليط، كنحاول نبرك عليه هكا باش كياخذ الحجم اللي هو معقول، وكنضغط هكا كيف لاحظتوا كناخذ الوجه كنديرو في الوجه وكنضغط عليها هكا حتى كتاخذ من داك الشكل وكتزول معنا بكل سهوله. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكل. كيف قلت لكم داك الحفيرات ممكن تعمروهم فقط بالمربى فقط. هنا انا كناخذ داك الخليط اللي بقى لي كنحاول نزين به هكا هذوك اللي درت عاديين كنزينهم هكا بالفوق، وداك الخليط ديال الكوك مع السكر، والاخرين كنخليهم عاديين. كيف قلت لكم بالنسبه للفران عافيه اللي كتكون ناقصه بحال الطياب ديال الصابلي باش كتجيكم يعني هشيشه وكتجي طايبه حتى من الداخل. هنا بالنسبه للزين كاختياري، كيف قلت لكم ممكن ما ديروش هذا الشيء هذا،
تستغناو عليه وديروا فقط تعمروهم بالمربى او لا بشكلاط هكا عادي. وهنا بالنسبه للتزيين اللي غادي نستعمل انايا، فانا خديت شويه ديال الشكلاط بيض كندير معاه شويه ديال الشكلاط هكا اسود باش كيعطينا داك اللون. دوبت الشكلاط البيض كيف قلت لكم مع شويه ديال الشكلاط الكحل اللي هو شكلاط اسود حتى كيذوبوا على طريقه حمام مائي. من بعد انا هنا زدت كاضافه الفويتين كان بقى لي وشويه ديال الكركاع مرمش، يعني واحد 2 معالق كبار ديال الفويتين وتقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الكركاع. هنا بالنسبه للحلوه لاحظوا معايا كيف كتجي غزاله. كيف قلت لكم ممكن انكم تعمروا داك الحفيره فقط بشكلاط او لا بالمربى وتدخلوها طيب. ممكن تعمروها بهاد الحشوه هذه كتعطيها واحد القرمشه او واحد الاضافه زوينه كتجي حتى في الشكل ديالها مغايره. كيف قلت لكم ممكن تعمروها فقط يعني هكذا بالشكلاط اسود وتزينوها من الفوق بالفيرميسيل. فهناك اختيارات بزاف اقتراحات كثيره وانا متاكده غادي تكونوا يعني في تزيين محسن مني. هنا ديك الحشوه اللي بقات لي فانا درتها هكا على شكل دوائر، كندخلها للثلاجه حتى كتبرد وكنجمعها ونخليها هكا الا احتاجيتها بحال مثلا نزين بها شي حاجه. هنا كفكره يعني في حاله ما لا شاطت لكم الحشوه ودرتو نفس الطريقه ديال التزيين اللي خدمت بها انايا. وكيكون هذا هو شكل الاقتراح ديالنا اليوم. شوفوا معايا كيجيو غزالين ورائعه ولذيذه. غادي ندوز معكم بالنسبه للخلطه اللي كيف قلت لكم. هاد الخلطه صدقوني تستعملوها كيف قلت لكم بزاف ديال الحلويات. دوازاتي كتدخل في دوازاتي كتنسم وكتعطي واحد المذاق اللي زوين على بركه الله. هنا بالنسبه لاول حاجه عندي هنايا كناخذوا نص كيلو ديال اللوز غادي نفسخو وغادي نخلي له ديك القشره ديالو كلشي كيحتاج هكا. كيبقى لهم عفوا هاد القشور ديال اللوز ما كيلقى ما يدير بهم. هذه كفكره انا هنا خديت كيف قلت لكم القشور ديال نص كيلو. من بعد ما كنفسخو كنديرو هكا في واحد يعني فوق واحد الزويف وكنخليوه حتى كيبس هكا مزيان في حراره ديال عاديه بما ان دابا الصفر دغيا كيبس. غادي نضيف له هنايا داك نص كيلو ديال اللوز اللي قشور ديال اللوز ماشي اللوز قشور ديال اللوز. غادي نضيف لهم 2 معالق كبار ديال الكوك يكونوا نوعيه جيده باش يعطيكم السمه اللي هي زوينه. وعندي هنايا بالنسبه للنيدو او الحليب المجفف غادي نضيف معلقه تكون عامره مزيان. لاحظوا معايا معلقه كبيره عامره مزيان ديال الحليب المجفف اللي هو نيدو. وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار يكونوا عامرين مزيان ديال بودره ديال الشونتيي اللي كنستعملوها هكذا في الحلويات. غادي نرجع نذكركم بالمكونات اللي استعملت انايا. نص كيلو ديال قشور ديال اللوز اللي كيكونوا بعد ما تقشروا الا درتو عفوا القشور ديال كيلو ديال اللوز غادي ديروا غتضاعفوا يعني المكونات. فانا هنا درت نص كيلو ديال قشور اللوز اللي كناخذو من بعد ما كنفسخو كنغسلو مزيان كنديرو في شبيكه حتى كيستقطر مزيان. بما ان دابا الصيف راه دغيا من بعد ما يعني كيستقطر من داك الماء كنديرو فوق من زويف وكنخليه يبس فقط في درجه حراره المطبخ او لا طلعوه هكا للشمس يكون احسن دغيا كيبس معكم. ضفت كذلك 2 معالق كبار ديال الكوك. ضفت معلقه كبيره ديال مسحوق حليب غبره اللي هو الحليب المجفف. وضفت كذلك 2 معالق كبار ديال البودره ديال الشونتيي. طحنت الكل مزيان وكنحتفظ بهم هكا في قريعه. غادي تحتفظوا بهم عفوا في الثلاجه باش ما كيتبدلهمش المذاق ديالهم وكتستعملوهم هكا في دوازاتي. كيف غادي نرجع ناكد عليكم حتى في الصبي كيعطيه واحد البنه واحد المذاق كيجي لذاذين بزاف كيعطيهم لذه الحلويات. كانت هادو الاقتراحات ديال اليوم. دمتم في امان الله الى اللقاء.